كثير من الناس معاناته نابعة من داخله، وأكثر معاناة الناس من الناس، أكثر معاناة. أشوف أدخل استشارات ما في أحد يقولك والله أنا عندي مشكلة مع سيارتي، أنا عندي مشكلة، لا عندي مشكلة مع مديري، عندي مشكلة مع زوجتي، عندي مشكلة مع زوجي، عندي مشكلة مع صديقي، عندي مشكلة مع فلان 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 فلان. طيب أنت كيف ترسم حدود وتضع سياج وتحافظ على حقوقك دون أن يكون في تعدي ولا ظلم ولا وقاحة مع الآخر، ودون أن تسكت فتزداد جراحك ويطأك الناس وتتألم وتنزف بحجة حسن الخلق، بحجة بسامحه. طيب هب أني أنا سامحتك أستاذ رايد، يعني حاشاك يعني آذيتني في اللقاء، من باب الأدب سكت 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 سكت. طيب أنا الهدف من السكوت ما هو؟ الحفاظ على العلاقة، صح؟ نعم. طيب إذا دقيت علي مرة ثانية سأستقبلك؟ حسب شخصيتك. لا، لن أستقبلك، لأن الإنسان لا يحب مصدر ألمه، وأنت كنت لي في المرة الماضية مصدر ألم، فأنا المرة الثانية سأتحاشاك، ويعني سأوجد آلاف الأعذار لكي لا أتمم اللقاء بك. طيب السؤال، هل أنا حافظت على العلاقة إذن؟ لا. إذن ثمة فرق بين الحفاظ على العلاقة بشكل مؤقت والحفاظ على العلاقة بشكل دائم. أن تكون شخصية قوية معناها أن تديم علاقاتك مع من يستحق. أن تكون شخصية ضعيفة أن تقطع علاقاتك الحية وتأخذ علاقات معلبة وقتية سرعان ما تنتهي. أني لا أتصور إنسان يؤمن بالله يعني بالثقة بالنفس الاعتماد عليها بلا حول الله ولا قوة، يعني الاعتماد الكلي. لا. فالشيخ يقول لا، يعني إذا قلنا الثقة بالنفس دون تضخيم لهذه النفس، وإنما نربطها بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى ومشيئته وعونه سبحانه وتعالى. إذن هذا القيد هو الضابط. لما نجي إحنا لكلمة النفس في الثقافة الإسلامية، لا، النفس عندنا أمارة بالسوء ومذمومة في جوانبها، وبالتالي الاعتماد عليها هو اعتماد على خلينا نقول شيء هش وشيء قد يكون مضلل. لكن الذات في مفهوم علم النفس، الذات هي أكثر من النفس، والنفس جزء من الذات، إذ أن الذات ذات الإنسان هو علمه وقدرته وخبراته وتربيته ومهاراته ونفسه وقلبه وروحه وعقله، كلها مجتمعة. فإذا جاءت مجتمعة كملت نقص النفس، فكان الأجدى أن يقال الثقة بالذات بدل من أن نقول الثقة بالنفس. مهما وصل الإنسان من مادية ينكشف إذا ركب الفلك. إذا جت أزمة حقيقية حتى الملحد يقول يا الله. مهما تطرف الإنسان في مسألة الماديات، فطالما هذا الطريق مسدود لا تسلكه. دامك بتروح 900 كيلو بالديور وبترجع تقول يا الله، يا أخي قلها من الآن. طيب لماذا أنا وصلت إلى نتيجة نهائية في الكتاب؟ أنا في آخر الكتاب 400 صفحة، في آخر الكتاب كتبت أن مشكلة كثير من الناس في الثقة هي مشكلة في حسن الظن بالله. طبعا وضعت مجموعة من الحلول النفسية والعقلية والمهارية والسلوكية النافعة والمجربة والنظريات العلمية، لم أغفل جانب العلم، لكن ثمة جانب مهم جدا أعمق من هذا بكثير، أعمق، وهو الآن يعني من وين جتني الفكرة؟ دخلت لما تأملت مثلا قطار الموت اللي في الملاهي، مدينة الألعاب، تجي لقطار الموت تلقى طوابير، عالم ماسكة. إيش يبغون ذولا؟ يبغون يخافون، يدفع فلوس عشان يخاف، يبغى يدفع فلوس عشان يتذوق الخوف والرعب. عجيب والله يا أخي، الله سماه بلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف بلاء. طيب ليش الناس تبغاه؟ بديت أفكر الناس خايفة ومع ذلك مقدمة. الخوف مدعاة للهرب والإحجام. ليش هي خايفة ومقدمة؟ يا رب ليش هم واثقين في الشركة المصنعة وإجراءات السلامة والجودة، اثنين شايفين الناس يطلعون ما في مشاكل. إذن النتيجة مضمونة.
وإذا كانت النتيجة مضمونة تحول الخوف من خوف مانع إلى إثارة دافعة. لما أنا أخاف ولكني ضامن النتائج أقدم. ثم فكرت إذا الإنسان المؤمن اجتهد وبذل الأسباب، سواء كان عنده مقابلة شخصية أو عنده اختبار أو عنده عرض تقديمي سيقدمه، إذا هو بذل جهده واجتهد، النتيجة عند من؟ عند الله. فإذا وثقنا في الله سبحانه وتعالى كما نثق في الشركة المصنعة وإجراءات السلامة، ستتحول إلى حياتنا إلى مجموعة من الإثارات التي لا يوقفنا ولا يقف أمامنا شيء، بالعكس يكون الخوف دافع لا مانع، حافز لا حاجز. لذلك الخوف ما هو بالضبط؟ الاهتزاز الثقة من وين يجي؟ اهتزاز الثقة هو الشعور في الحاضر لشيء مستقبلي. طيب أنا أقول لك ترى بكرة عندك عرض بتقدمه، فبكرة هذا مستقبل، عندي الشعور اللي في الحاضر، هذا المغص اللي يجي وهذا الخوف. كيف يتعامل مع الإنسان؟ بطريقتين، يرجع للماضي، فإذا تذكر إنجازات الماضي في نفس العمل هذا، أو أنا سبق أني سويت عروض، فإذا كان عنده إنجازات في الماضي ارتاحت نفسه وأقدم على المستقبل، صار عنده ثقة. طيب وين الإشكال؟ الإشكال لما لا يكون لدى الإنسان إنجازات في الماضي، هنا أين يذهب؟ يذهب عقله إلى المستقبل. ولن ينجيك في هذه الحالة إلا حسن ظنك بالله عز وجل. فإذا أحسنت الظن بالله عز وجل أقدمت على العمل. يقول الحسن البصري، يقول إن قوما قالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني بمعنى لو أنك واثق أنك بتنجح وأن الله بيوفقك لأحسنت العمل واستعددت واجتهدت، لكنك أنت خايف وما عدت واعتذرت وهربت وجبنت، لأنك أصلا ما أنت بواثق أصلا من النتيجة والتي هي بيد الله سبحانه وتعالى. ثم هب أن النتائج جاءت في غير صالحك، أصلا مش يدريك إن هذا صالحك ولا مو بصالحك. نعم. يعني هل كل ما جاء على ما تريد هو في صالحك؟ أبدا. إذا سلمنا بأن النتيجة التي اختارها الله عز وجل لك هي خير لك لأنه أعلم وأرحم وأحكم، فمرحبا بأي نتيجة سأحصل عليها. وطالما أني لست قلقا على النتيجة فإن شعوري في الحاضر سيكون قوي وماني بخايف، لأن ما أقسى وأقصى ما يمكن أن يحدث في المستقبل هو خير لي أراده الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سأثبت بإذن الله وتزداد ثقتي.